السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده انا هتكلم عن ايه العربيات الشبابيه اللي ممكن تجيبها في السوق المصري، وايه العربيات اللي المفروض تبعد عنها. الفيديو ده مخصص للناس اللي عندها عقده الصيني، فيا ريت الناس اللي بتحبه ما تزعلش مني. انا هعدي سريعا كده على كل براند واقول لك ايه العربيات الشبابيه اللي تحطها في حساباتك. طيب، اول عربيه شبابيه هنتكلم عنها وهي رينو ميجان. طيب العربيه دي امتى تحطها في حساباتك وامتى تبعد عنها؟ بالنسبه لاول فئتين اللي هم بفتيس سي في تي، يا ريت تتجنبها تماما. بالنسبه لفتيس العربيه ال 1600 فهو موجود عندي برده في عربيه شخصيه ورينو برده، ففتيس سي في تي انا ما رشحهولكش تماما، مش فتيس اعتمادي ومش مناسب ابدا للسواقه الرياضيه والجري، ولازم تاخد بالك منه. اما بقى بالنسبه للفئه العاليه اللي هي ال 1300 تربو، انا شايف ان دي افضل عربيه في فئه المليون و300 الف. ليه؟ لان الموتور ده بيوفر اداء ممتاز جدا، الفتيس بتاعه كويس جدا، وفتيس ويت مفيش منه اي مشاكل. فانا شايف ان هي بتقدم اختيار ممتاز، بتحاول تجمع كل حاجه، بتحاول تجمع المساحات مع التجربه الاوروبيه، وعفشه ممتازه جدا. وزي ما قلت لك برضو الموتور اداؤه ممتاز جدا، والعربيه ثباتها حلو لحد سرعات مثلا 160. طيب بالنسبه لهيونداي، هي ما عندهاش اي عربيه شبابيه عدا الاي 30، ولكن بالنسبه لي ما اقدرش ارشحها لان هي بتيجي بفتيس دراي. هي عربيه محترمه جدا، ولكن الفتيس بتاعها هيعمل منك مشاكل، او مش هيعمل مشاكل، هو جزء من الصيانه بتاعته ان انت تغير الكلاتش بتاعه كل فتره معينه على حسب اسلوب سواقتك. ولكن في ناس ما بتحبش الصداع ده، وفي بدايل تانية موجودة في السوق أفضل منه، فأنا مش شايفها أفضل قيمة مقابل سعر. بالنسبة لفيات 500 إكس، أنا ما رشحلكش العربية دي، وممكن تشوف الفيديو ده أنا اتكلمت عنها قبل كده وتعرف إيه العيوب بتاعتها. وبرده نسان جوك في تيس دي جي وموتور 1000 سي سي، فأنا صراحة مش شايف التجربة دي شبابية خالص، ومش هتبقى اعتمادية على المدى البعيد. ونفس الكلام بالنسبة لعربيات أوبل كورسا وأوبل كروسلاند، الموتور بتاعهم 1200 سي سي تربو، ومفيش فيه أي مشاكل جذرية، ولكن بيحتاج اهتمام كبير جدا في الصيانة. طيب بالنسبة لسوزوكي سويفت، هو فتيس سي في تي وشبابيه، الكلمتين ما يتجمعوش مع بعض في جمله واحده، ولكن العربيه دي علشان موتورها صغير، وانت لو رجلك مش تقيله، يعني لو هتسوق العربيه دي على السرعات القانونيه ومش هتقرص عليها، انا ممكن ارشح لك العربيه دي مقابل القيمه السعريه بتاعتها، لان انت مش هتلاقي في الفئه السعريه دي اي عربيه من الصيني وتدي لك تجربه شبابيه. ما دام انت عندك عقده الصيني ومصمم ان انت ما تجيبش عربيه صيني، فهي للاسف هي دي العربيه اللي انا اقدر ارشحها لك، وارشحها لك على استحياء، لان تاني الفتيس بتاعها فتيس سي في تي، فده مش تجربه سواقه شبابيه خالص، وفي بدايل افضل. يعني لو ما عندكش عقده الصيني هتبص على الجيل الإيميجراند، العربيه دي انا شايفها افضل عربيه سيدان، او افضل عربيه موجوده في فئه ال 800 الف وتحت ال 800 الف في السوق المصري. واستنوا كمان حتى الفيديو بتاعها هتكلم عنه هتكلم عنها بالتفصيل في الويك اند. طيب بالنسبه لكي كي 4، العربيه دي ممتازه، بتحاول تجمع كل حاجه بالنسبه للموتور التربو. يعني العربيه دي انا شايفها افضل قيمه مقابل سعر في فئه المليون و600، زي ما الميجان كده افضل قيمه مقابل سعر في فئه المليون و300، بتيجي بعدها على طول الكيا، هي افضل قيمه مقابل سعر في فئه ال 1600. دول العربيتين اللي في السوق اللي بيحاولوا يجمعوا كل حاجه مع بعض، ياخدوا كل حاجه، فانا شايفها كويسه جدا. ولكن اول فئه منها بتنزل بموتور تنافسيه، مش بجوده الفتيس بتاع السي في تي بتاع كورولا طبعا. فانا شايف صراحه ان كورولا تكسب الفئه الاولى وبجداره. تمام، فانت لو ناوي تجيب كيا الفئه الاولى، لا، الافضل ان انت تبص على كورولا، لان هم يعتبر يعني الاثنين قريبين من بعض. وبرده مش هنتغاضى عن، يعني ما دام الاثنين تنافس طبيعي، فمش هنتغاضى عن الاعتماديه واعاده البيع والكلام ده بتاع كورولا، والعفشه بتاعتها برده كمان ممتازه، يعني الاثنين قريبين جدا من بعض. لكن لو هنتكلم عن العربيه التربو، لا، فالعربيه الكيا يعني فعلا هي تكسب في النقطه دي او في المنطقه دي. طيب نيجي بقى نتكلم عن عربيات سيات. بالنسبه لسيات ايبيزا وسيات اورونا، دلوقتي بقى بينزلوا بموتور 1000 سي سي تربو ومع فتيس دي جي. انا ما رشحش خالص المنظومه دي. العربيات دي كانت الاول بتنزل بموتور 1600 وفتيس اعتمادي ما بيحصلش منه مشاكل، ولكن دلوقتي بقت بتنزل بموتور 1000 سي سي تربو. فانا ما رشحش العربيات دي، يفضل لو عايز تجيبها تبص عليها في كسر الزيرو، هتلاقي منها حالات كويسه وبسعر كويس دلوقتي. ولكن العربيات التانية دي مش احسن حاجه في الاعتماديه، وعلى المدى البعيد انا ما رشحهالكش الصراحه. نيجي بقى للثلاثي المرح، وهو سيات ليون وكوبرا ليون وجولف 8. انا هتكلم عن ميزه كل عربيه كده سريعا، وتشتري اي عربيه فيهم امتى. طيب بالنسبه للعربيه لسيات ليون، هي يعتبر جولف 8 اون بادجت. العربيه يعتبر نفس الموتور ونفس الفتيس، فتيس اعتمادي جدا مفيش منه اي مشاكل، ايسن 8 نقلات. طيب بالنسبه للموتور ال 1400، فهو بيوفر اداء ممتاز جدا من ناحيه استهلاك البنزين والتسارع كمان. هو انت ممكن تشوف التسارع بتاعه من 0 ل 100 9 ثواني زي العربيات الصيني، فتقول الاداء هو، ولكن في ناس كتير بتتخدع من القصه دي. يا جماعه تاني، التسارع من 0 ل 100 مش هو القصه كلها.
التسارع بعد ال100 بيكشف العربية على السرعات العالية. تاني المصنع وهو بيتيون الموتور بيبقى بيعمل حساب حاجتين، يا اما التوب سبيد يا اما الاكسلريشن، ما انت مش هتاخد الاتنين مع بعض، فانت بتحاول توزن الماب بتاع الموتور، يبقى الكيرف بتاعك يبقى متوازن ما بين التسارع وما بين التوب سبيد بتاعه العربيه. في الشركات الصينيه دايما بتقوم جايه عامله التيون بتاعها بحيث ان هو يرمي اعلى تسارع على السرعات القليله علشان يجيب من 0 ل 100 في سرعات عاليه، وبعد كده بتلاقيه في التوب سبيد بيهبط معاك. في عربيات كتيره جدا بيظهر فيها الموضوع ده، باستثناء طبعا عربيات صينيه تانية، يعني مثلا زي العربيه مثلا الجي اي سي مثلا ما بتلاقيش فيها النقطه دي، ولكن في عربيات صيني كتير قوي بتلاقيها بتفرق معاك على السرعات القليله، وتيجي تلاقيها على التوب سبيد مش موجوده خالص. ده ليه؟ لان الانجن ماب بتبقى نفسها معموله ان هو يعمل تسارع بس تحت ال100 يبقى ممتاز، وما بيفرقش معاهم في السرعات اللي بعد كده. ودي وجهة نظر تحترم بالنسبة للناس اللي هي ما بتحبش تجري، هي عايزة عربية تبقى عربية حاضرة تحت رجليها وهي طالعة من المطبات وهي ماشية في الزحمة. كمان الموضوع ده ممكن يساعد العربية ان هي تستهلك بنزين اقل. ولكن بالنسبة للسرعات على السرعات العالية والاداء على السرعات العالية، ده مهم جدا بالنسبة لعربية شبابية ومهم جدا بالنسبة للألمان. علشان كده بتلاقي العربيات دي يعني مخصصة للطرق بتاعة الأوتوبان، بتمشي عادي جدا على سرعات عالية جدا. لكن مثلا ما تلاقيش العربيات الصيني دي بتمشي على الأوتوبان، ما بتخشش أصلا البلاد دي، لأن يعني بيبقى ليهم اختبارات تانية وليهم متطلبات تانية. أنت بتدفع تمن الإكسبيرينس دي اللي هي تمن العربيات الأوروبي دي. طيب هنيجي بقى نتكلم على السيات ليون. زي ما قلت لكم هي فيها بتحاول تلم كل حاجه، ولكن اون بادجت، فانا شايفها هي افضل عربيه فيهم كقيمه مقابل سعر. طيب لو انت بقى بتدور على الاداء، يعني الاداء بس مش فارق معاك اي حاجه تانية، هتروح على الجولف 8. الجولف 8 بتتميز ان العفشه بتاعتها مالتي لينك، بتوفر اداء افضل شويه في الثبات على السرعات العاليه وفي الملفات برضو. وكمان لما بتيجي لو انت طلبت معاك ان انت تعدل الموتور بتاع العربيه، لما تيجي تنزل مواتير اكبر هتلاقي مشكله ان العفشه بتاعتك تورشن بيم في السيات ليون او في الكوبرا ليون. لكن العربيه الجولف 8 بتتميز ان هي العفشه بتاعتها بتتناسب ان انت كمان تعدل وتطلع في المواتير، او العفشه بتاعتها كمان برضو يعني افضل في المطبات والطرق المكسره والكلام ده. ولكن بقى نيجي للعربيه الكوبرا ليون، لا هي بتتميز عن العربيات دي. طبعا ما فيش فيها العفشه المالتي لينك، ولكن الانتيريور في حته تانية خالص. الانفونتينمنت سيستم بتاعها في منطقه تانية، الساوند سيستم السانهايزر عالي جدا، الفرش الالكانتارا، الاضواء الماتريكس ليد حلوه جدا، الجنود بتاعت العربيه. طبعا عيب بس على العربيه دي ان هي الشبكه الاماميه بتاعتها مفتوحه جدا، فممكن تدخل زلط، او عربيه لو بتوقع حاجات قدامك، او الحشرات كمان بتخش لو انت بتمشي في بلد زراعيه او كده، فتاخد بالك ان الحاجات دي بتخش جوه السربنتينه وبتعمل مشاكل. لازم تشوف حلول بقى، تشوف شبكه او تشوف اي سلك تسد بيه المنطقه دي. تاني نقطه كمان ان مقاس الجنط بتاع العربيه الكوبرا ليون سيء جدا في الطرق المكسره. انا شايف ان انت لازم تاخد بالك لو هتمشي هتجيب العربيه دي لازم تكون ظابط ضغط الهواء باستمرار. ما ينفعش ضغط الهواء يقع منك ولو 1 PSI حتى، علشان اي نقر هتبوظ لك الكاوتش، وبعد كده تحاول تغير المقاس ده، لان انا شايفه مش مقاس مناسب على الطرق المصريه. بس فانا شايف ان انا لو انا شايف ان العربيه اليوم بتديني كل حاجه. لو انا فارق معايا موضوع العفش المالتي لينك، وطبعا الفخامه والاوثنتيك لوك بتاع الجولف، طبعا عمرنا ما هنطنشه، والعربيه ليها وجود وليها اعاده بيع كويسه جدا، فالعربيه الجولف تتفوق في النقطه دي. وطبعا يعني ايه، فولكس فاجن معروف عنهم ان هم بيدوا سن التيون زياده للعربيات الفولكس فاجن جنب عربيات سيات وسكودا، تمام؟ يعني عمرهم ما بيسيبوا العربيه السيات والسكودا تطلع عن الجولف، تمام؟ وكذلك اودي، لا اودي لازم تبقى فوقهم، فهي دي الحسبه بتاعت فولكس فاجن. فبس انا شايف ان دي افضل عربيات لو انت بتدور على الشبابيه، استهلاك البنزين والاعتماديه في نفس الوقت. طيب العربيات دي بالنسبه لك ضيقه وانت عايز تاخد نفس التجربه بتاعتها ولكن في مساحات اكبر، هتبص على الاوكتافيا. طبعا الاوكتافيا تسعيرها مش افضل حاجه دلوقتي، طبعا يعتبر عربيه غاليه، ولكن هي العربيه الوحيده اللي بتدي تجربه العربيات دي وبمساحات كبيره وبشنطه طبعا
كبيره ممكن تاخد فيها شخصين معاك. فالعربيه السكودا الاوكتافيا بتدي لك كل الكلام ده، ولكن مش بسعر رخيص، وللاسف كمان اسعارها في المستعمل مش منطقيه خالص. وبس كده انا خلصت. لو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، ولو عندكم اي اسئله ممكن تدخلوا تبعتولي على الانستجرام، واشوفكم في الفيديوهات الجايه ان شاء الله.